السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالي ديال القديد ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا كناخذوا الضلوع وكنقطعوهم على هذا الشكل بهذه الطريقه، كنحاولوا كنهرسوا هذوك الضليعات وهذوك الجنيبات اللي كيكونوا ديال الكريشه ديال الحولي حتى همايا. كنحاولوا هكا كنقطعوهم هكا سميطات اللي يكونوا رقاق. صافي هذا هي الكميه اللي غادي ندير، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتوا. كناخذوا واحد الراس ديال الثومه يكون كبير بحال هكايا، كنحاولوا كنحكوه بالقشره ديالو، غير حكوه راه من بعد القديد راه كيتغسل. كنحكو الثومه مزيان، هذيك الثومه كتعطي واحد البنه زوينه وكتحافظ لكم حتى على القديد، يعني ما كيديرش واحد الريحه اللي هي خايبه. المهم غادي نحكو الثومه ان شاء الله وانتم معايا. غير حاولوا هكا تحكوا الثومه ولا طحنوها ولا اللي بغيتو. ها نتوما ما شاء الله من بعد ما كنحكوا الثومه كنديروا واحد تقريبا واحد 5 حتى 6 المعالق ديال الملحه، نتوما عينكم ميزانكم على حسب اللحم اللي عندكم. الملحه كنديروا هذا القزبور يابس، كنديروا الكمون، نديروا بكميه كبيره فهمتي ماشي شويه وصافي. كنديروا هذا القزبور يابس، كنديروا السودانيه، كنديروا شويه ديال واحد المعلقه ديال المساخن، كنديروا الخرقوم، كنديروا واحد شويه سكينجبير، وكنديروا سميتو هذه السودانيه حتى هي كنديروها باش ما كيلصقوش عليها كالحشرات. كنديروا قطيره ديال الزيت وكنبقاو كنعجنوا مزيان في داك القديد. خرقوم هذا كعبه، المهم ديروا العطريه كامله اللي عندكم، راه كيجي واحد القديد بنين 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 رائع. صافي كنديروا شويه الزيت، ديروا زيت روميه ولا زيت بلديه اللي بغيتو، وصافي وكنبقاو هكا كنعركوا فيه مزيان 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 حتى كنحسوا بهذيك اللحيمه شربات لينا ديك العطريه كامله وتلبسات معاها. كنحطوه في شي بانيو وكنخليوه كيبات ليله كامله في البانيو. من بعد كنحيدوه، كنطلعوه وكنشروه. كنشروه في السطيح في الشميشه هكايا قبل الشمس. كنحاولوا كنفكوا هذوك الا كانت الحيمه فوق الحيمه بحال هكا، وكنخليوه تقريبا ما تخليوش القديد ديالكم بزاف، على الاقل يومين. وفاش كيجي الليل ضروري كنغطيوه بواحد الميكا ولا بواحد المنيديل باش ما كطيحش عليه هذيك السمره، كيبقى يفزك ويعاود ينشف. ولا ديروا شي بانيو وحيدوه، نتوما كتبقاو لكم الاختيار. فاش كندوزو واحد اليومين على الاقل يومين، الا كانت الشمس حاره، كانت ماشي شويه غير الشمس قليله، كنديروا 3 ايام وكنهبطوه كنديروه في خنشه ديال ميكا وكنديروه في الثلاجه ولا في الفريغو اللي بغيتو نتوما، راه كيبقى لكم حتى لمده عام. من بعد فاش كنجبدوه كنبغيو نطيبوه ضروري نديروه في شي بانيو نكبوا عليه الماء وكنخليوه حتى كيطلق لينا داكشي العطريه اللي ما بغيناش حنايا نستعملوه. عاد كنستعملوا القديد ديالنا كيجي بنين. وهذه هي الطريقه ديالي شاركتها معكم، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوا الطريقه ديالي وتخليوا لي في الكومونتيرات واش عجباتكم الطريقه ديالي ديال القديد ولا لا.